هل تساءلت يوما عن سبب تساقط قشور بيضاء من شعرك؟ يعرف هذا بقشرة الرأس، وهي مشكلة شائعة تحدث عندما يتغذى نوع من الفطريات يسمى مالاسيزيا على الزيوت الطبيعية الموجودة في فروة رأسك. تعمل هذه الفطريات على تحليل تلك الزيوت إلى مواد حمضية تسبب تهيج الجلد. كرد فعل على هذا التهيج تبدأ خلايا الجلد في التجدد بسرعة كبيرة في محاولة لإصلاح الضرر، مما يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة التي تبدأ في التساقط على شكل قشور واضحة. علما أن قشرة الرأس ليست دائما مرتبطة بسوء النظافة الشخصية، بل قد تكون ناتجة عن عوامل أخرى مثل الإجهاد وتغيرات المناخ ومنتجات الشعر غير الملائمة، ويمكن علاجها من خلال استخدام الشامبوهات المضادة للقشرة. قشرة الرأس مشكلة شائعة وغير ضارة، لكنها قد تكون مزعجة ومحرجة إذ تركت دون علاج مناسب. مع استخدام العلاجات الصحيحة والعناية بفروة الرأس يمكنك تقليل ظهور القشرة والحفاظ على صحة شعرك. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، وانتظرونا في فيديو جديد.